السلام عليكم. غادي نكمل معكم التلاقيه ديال الجلابه. كملت الكتاف، دابا غادي نشوفوا كيفاش كنلاقيو الكمام. اول حاجه كنديرها، جيت هنا جهه التركيز، انا خديت درت له لوغلي. كالعاده كنشد من الراس ديال الكتاف وكنقاد التركيز باش نشوف واش هما قد ولا كاين شي جهه غالبه على جهه. خرجوا عندي قد تقريبا. غادي ناخذ الكم حتى هو، درت له لوغلي وغادي نقادو، نحط الراس على الراس وغادي نشوف. غادي ناخذ الراس ديالو، نص المنتصف ديالو بالضبط، ناخذ الخيط والابره، طبعا الخيط على جوج، بالنسبه لتلاقيات الكمام فانا كنبدا من المنتصف. مني خديت المنتصف ديال الكم، انا غنحطو على التركيز على الكتاف وغادي نشوفو واش غيجيني قد النص الاخر ولا لا. غادي يجيني واحد الاختلاف شويق. هنا ممكن ناكلو في الكتاف ماشي مشكل، ممكن نغلب الكم، نشربو عادي ولكن ماشي بزاف، غير شويه، وكنشربو هنا الفوق الا بغيت نشربو. اما الا كان الاختلاف كتير فانا كنخليه عادي، ما كنقربش وكنخدم عادي كما قلت لكم. كناخذ من المنتصف وكنبدا خدام. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا كيخافوا يجيهم بعض المرات كيشربوا التوب غير قصد تجيكم جهه اكبر من جهه. انا ملي كنجلس نخدم غادي ناخذ مثلا قلم او طباشير او قلم حراري اللي كيتمسح مع الحراره، وكنبدا تناخذ واحد المسافه اللي كتكون قصيره وتنعلم في الاتجاهات بجوج باش وانا كنخدم كنبقى متحكمه في الخدمه. حتى الا هربات لي كتهرب واحد شي شويش كنقدر نتحكم فيها نرجع، وكنبقى غادا. كنتوكل على الله.
انا مازال كنخدم معكم، غادي نبقى خدامه بحال هكا حتى نكمل، حتى نوصل حتى الاخر. في نفس الوقت وانا كنخدم انا كنقيس، ومني غادي نبغي نخدم الاتجاه الاخر حتى هو غادي نبداه من هنا وغادي نسير غدا بنفس الطريقه.